ناوي تحج امتى بقى؟ يعني هو ربنا رزقك وقدرك، فانت قررت تستخدم النعمة دي في كل حاجة إلا الحاجة اللي ربنا طلبها منك، إلا الفرض اللي عليك. عايش وبتحسب كل خطوة وكل استثمار وكل مصلحة، بس مش بتحسب حساب فرض ربنا. مش بتسأل نفسك امتى هأدي الفريضة دي؟ مش بتخاف يجي يوم تتحاسب وتتسأل ليه ما حجتش وانت كنت قادر؟ ليه كنت بتأجل وبتسوف ويمكن كنت ناسي وتارك أصلا؟ ليه كنت شايف إن شراء عربية جديدة أو استثمار في عقار أو شراء وشيلة دهب للزمن أو سفرك في أجازات بالشيء الفلاني أو ليه خليت كل ده أهم من لقائك مع ربنا في أطهر مكان على وجه الأرض؟ الحج مش رفاهية يا جماعة، مش سنة، دي فريضة زي الصلاة، زي الصيام، زي الزكاة. وكل يوم بتأجله وانت قادر هو ذنب جديد بتشيله على كتفك. تقدر تقابل ربنا وانت ما كنتش بتصلي؟ طيب تقدر تقابل ربنا وانت كنت بتفطر في شهر رمضان مش بتصوم؟ الحج اللي تركته وانت مستطيع ما يقل الذنب عن دول. حاسب، لأن ممكن تندم بس بعد فوات الأوان. محدش ضامن عمره، انت مش ضامن تعيش لعمر 60 ولا 70، وأصلا في العمر ده الحج صعب. ليه بتشك على نفسك؟ ما تلحق نفسك وروح. صدقني لو فضلت شهواتك وصرفت فيها أموالك عن الحج راجع نفسك. لا عربية هتنفعك ولا دهب ولا بيوت ولا استثمارات ولا دولارات. اعمل كل ده مش عيب، بس بعد الفريضة اللي هينفعك هو العمل والطاعة والنية. يمكن ربنا بيحبك وبعتلك الرسالة دي دلوقتي عشان تلحق وتروح. طيب بذمتك حد يبقى قادر ينول المتاع ده ويتأخر عليه؟ ما تنساش فريضة ربنا لو قادر ومستطيع، وخليها أول الطريق.